السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى ناس واجمل ناس في الدنيا عندي. احنا النهارده يومنا جميل وزي العسل زيكم. هنعمل ايه؟ قرص دي ايه؟ القرص دي مخمره، تعمليها في اي وقت، مش شرط اللي انت تعمليها في العيد تعمليها في، لا ده انت ممكن تعمليها لاولادك كوجبه، اللي هو مثلا تدي له قرصايه بكوبايه لبن، تدي لجوزك وراها على الشغل. دي كان زمان اهالينا القرص دي شيء مقدس، اللي هي القرص والقراقيش والحاجات دي. نخش على المكونات بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. عباره عن ايه؟ 2 كيلو دقيق نخلينهم كويس، لازم تدخلي الحاجه كويس، بتساعد اللي هي الحاجه بتبقى هشه. ودوت ملح من السنه، تحطي حبه ملح لازما في اي معجنات. ودوت ايه؟ بيكنج باودر، كيس بيكنج باودر. المكونات بتاعتنا دي كلها دي ايه؟ سمسم، حبه سمسم، حبه سكر، ربع كيلو سكر. وممكن تقسمي بقى ايه العجينه دي، عايزه حبه اللي انت تاكليهم بجبنه او تشربوهم بشاي، وممكن حبه تعمليهم بعجوه. دي حسب الرغبه، اللي بيحب الحاجه دي يعملها، اللي بيحب بملبن يعمل. دي يا جماعه انا سايبه لكم الاختيارات في الحاجات دي، انتوا وذوقكم، كل واحد الاكل ده اذواق. هنا بقى ايه؟ احنا قلبنا الحاجه دي بتاعتنا ايه ببعضها. الخطوه الثانيه السمنه بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله مسيحينها سمنه بلدي على سمنه من اللي هي بتاعت العلب. بصوا بسم الله ما شاء الله، مش هنحط الكميه كلها مع بعضها، لا ده احنا ايه؟ هنبس الاول، لقينا نفسنا محتاجين هنحط. عباره عن ايه؟ نص كيلو سمنه على 2 كيلو دقيق. عايزه تحطي تخلطي زيت على سمنه انت حره، انا دي حاجه حسب امكانياتك وحاجتك اللي موجوده في البيت. بس ما ينفعش اللي انت تعملي بزيت بس، الزيت بس في المعجنات بينشفها. يعني لو انت عايزه تاكلي قراقيش بزيت نظيف ممكن تعمليه. احنا بقى دلوقتي بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، بسم الله توكلنا على الله. بنبس ايه اهم حاجه؟ بصوا حتى لو هي قرص مخمره بتبسيها بتبقى ايه؟ من مفتحه، اما بتيجي تقطعي القرصه كده تلاقيها مفتحه. ده بيساعد اللي هي ايه؟ اللي هي بتبقى جميله من جوه، مش هتبقى معجنه البس ده. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. عندنا الخميره، عاملين ايه بقى في الخميره؟ حاطين في الخميره حبه سكر وحبه دقيق وحبه خل. ليه حبه خل؟ الخل ده يا جماعه هو اكبر محسن للمعجونات. يعني لما تيجي تعملي كيكه وتعملي اي حاجه وتحطي فيها خل بيمنع الزفاره ويبقى جميل. اعملوا على ضمانتي، وانا والله العظيم وعلى ضمان ربنا انا ما بعملش اي حاجه الا لما بكون مجرباها قبل ما اجي لكم، ولا قبل ما اقول لكم على حاجه. ليه؟ اما تبوظ معايا انا احسن ما انا ابوظها للناس. هنا بقى ايه؟ الزبادي بتاعنا. الزبادي ده احنا اللي عاملينه. ده بقى ايه؟ بوله اهي فيها زبادي اهي اهي، بس كان متضاف عليها حبه لبن اهي. تيجي بقى ايه تاني؟ بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. ده لبن رايب، رب مننا نرميه؟ لا، حطيته في كيس وحطيته في الفريزر. عامله حساب ايه؟ وقت زي كده. بصوا يا حبايبي، عملنا دمجنا العجينه بتاعتنا كلها مع بعضها اهي اهي. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بس انا برضو ايه؟ بنصح اي حد بيستخدم دقيق يجيب الدقيق المغلف، ما يجيبش دقيق سايب، لان السايب ده برضو مش مضمون، ممكن يكون متضاف عليه دقيق بلدي، متضاف عليه حاجه. لو انت هتعمل اي معجنات بدقيق مغلف، دي نصيحتي ليكم. وما تنسوناش بقى يا حبايبي، انا دلوقتي ايه؟ هخش ان شاء الله هنقطعه برضو هوريكم ما يخمر. ما تنسوناش بقى في اللايك والمشاركه وكلامكم الجميل. وشكرا للحاج سيد اللي في قطر اللي بيبعت لي وبيدعمني وبيكتب لي كلام حلو. الف الف شكر يا اخويا على اللي انت بتقوله لي، ربنا يبارك فيك انت وكل حبايبك وكل الناس الحلوه اللي معاك اللي بيشاركوني من خلالك. والف الف مليون شكر، الف الف شكر. الخطوه اللي جايه بقى اللي احنا هنقطعها على في الصبان والحاجه ولا في الصواني وما تخمر، واقول لكم ايه اللي هنعمله تاني. العجين اختمر معانا، وبعد ما اختمر بنعمله كور كده ونقوم جايين. شوفوا هنا بقى الله اكبر، ال 2 كيلو عملوا كميه قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. دي قرص عملناها بعجوه اهي، نصها يبقى بعجوه ونصها ساده. دي هتبقى جاهزه على طول ايه؟ اللي احنا بندخل الفرن. وفي ثانيه يعني اللي احنا بنعملها دي اللي عاملينها كور. بصوا بقى، تقومي جايه دي العجوه. انا عامله العجوه ايه؟ عاملاها يعني كان عندي عجوه كده مسكتها فصصتها وقمت جايه حطاها في سمنه وعاملاها على النار ساحت. قمت جايه عاملاها كور كده علشان تبقى الكوره على قد الحاجه. بصوا تعمليها كده ايه؟ تقفليها من هنا كده اهي، قفله تاني، وتقوم جايه مبططاها اهي اهي. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. اهي 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 اهي. ما تبططهاش قوي برضه، يعني ايه؟ خليها بقى ايه؟ فيها سنه تخينه كده، يعني عشان ما تبقاش ايه؟ اهي كده كده هترفع معاك اهي. ولو لقيت العجوه بتبان منك ولا بتاع برضه سديها بحته عجينه كده اهي. شايفين؟ اهي
هنكمل بقى بقيه دي هتبقى نصها بعجوه ونصها ساده. وهنوريكم بقى ايه واحنا قدام الفرن بنسوي فرن البوتاجاز. وبعد كده بقى انا بقى في كحك البسكوت هوريكم بقى في الفرن العادي البيتي. تابعونا وانتوا هتشوفوا كل جديد. مع السلامه دلوقتي. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. اتفرجوا يا حبايبنا بقى ايه على القرص اللي هي في الفرن البيتي بتاع البوتاجاز. شوفوا الجمال وشوفوا الحلاوه. بالله عليكم ايه رايكم؟ اللي عايز يشاركني ويفتح معايا فرن انا مستعديه. ايه رايكم في الجمال؟ ايه رايكم في الحلاوه دي يا جماعه؟ 2 كيلو دقيق، 2 كيلو دقيق والله العظيم وعاملاهم قدامكم. بصوا الجمال، شوفوا بسم الله ما شاء الله. شوفوا الله اكبر الله اكبر، عامله زي الفينو، جميله. دي اللي معموله اللي تاكليها ايه بجبنه وحاجه، ودي اللي معموله ايه بالعجوه. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه الجمال، الله على الجمال والحلاوه بتاعتي. اعوذ بالله بشكر في نفسي مش عايزه اشكر في نفسي. ودي بقى بصوا كل ما تتساب، فاكرين فيلم الهيطه؟ كل ما الحاجه بتتساب بتكبر. والله كل لو سبت العجينه دي بتهيألي اجيبها فطيره، بس طبعا كنت عايزه انجز واخلص. ايه رايكم بقى في الجمال بتاعنا؟ وعايزه كل اللي بيتفرج عليا يعرف ايه المكون السحري اللي انا عملته في الاول خالص، اللي هو اللي قلت لكم بيتضاف على الكيكه. هو دوت اللي بيخلي السر في العجينه دي ويخلي الحاجه تنفش معاكي. اتفرجوا على الفيديو وشوفوه وقولوا رايكم ايه، وتعالوا اتفضلوا معانا وخدوا قرصه. بسم الله ما شاء الله، قرصه وقعت معلش. اتفضلوا بصوا الجمال، بصوا الحلاوه. ايه رايكم؟ تنسوناش بقى في اللايك وتشيرونا وتدعمونا. عايزه اوصل لل1000 وبعد ال1000 اوصل لل2000. يلا مش كتير على ماما هيال. كل سنه وانتم طيبين والكلام الحلو لماما هيال. مع الف سلامه يا احلى جمهور.